السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا شباب؟ واهلا بيكم في فيديو جديد على القناة. والفيديو ده لعشاق الجيمنج والشغل التقيل وميزانيته محدودة. وفي الفيديو ده هنتكلم عن افضل كروت شاشة بأقل من 2000 جنيه تنفع للجيمنج والشغل. وطبعا انا جايب ليك افضل الكروت بالسعر ده، مش اي كروت وخلاص. وكمل الفيديو للاخر عشان فيه معلومة مهمة عايز اقولها. وهنبدأ بالكروت الاقل سعر لغاية ما نوصل لاغلى كارت معانا. وطبعا هوريك اختبارات العاب للكروت عشان تشوف الكارت ده مناسب معاك ولا لا. قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش تدعي لاخواتنا المستضعفين في كل مكان، اللهم ارحم شهدائهم واشف مرضاهم. وصلي على النبي ويلا بينا على الفيديو بتاعنا. ونبدأ بأول كارت معانا، والكارت ده أداؤه كويس جدا بالنسبة لسعره، وأفضل من كروت شاشة أغلى منه في السعر. والكارت اللي معانا النهاردة هو جي تي اكس 750. والكارت ده تم إصداره في 2014. إصدار قديم شوية لكن لسه بيقدم أداء كويس، وبيجي بواحد جيجا في رام جي دي دي ار 5. وسحب الطاقة للكارت ده قليل لأنه بيسحب 55 واط بس، يعني باور 250 واط يشغله كويس جدا بدون مشاكل. وفي بعض النسخ بتيجي من غير وصلات خارجية، يعني بيسحب من البورد على طول. يعني ما تقلقش من حوار سحب الطاقة والباور. في مشكلة انه مش بيدعم دايركت اكس 12 بشكل كامل، ولكن برضه الكارت ده لسه بيقدم اداء كويس بالنسبة لسعره. ونيجي بقى لسعر الكارت، وسعره في حدود 1000 جنيه ل 1200 جنيه. وطبعا في بعض الاوقات مش بتلاقي الكارت ده، في بديل قريب منه نسبيا، وهو جي تي اكس 650 تي اي 1 جيجا. بس جي تي اكس 650 تي اي بيسحب 110 واط. وعموما هو بديل كويس في حالة انك مش لاقي جي تي اكس 750. ونيجي بقى لاهم حاجة، وهي اللي من خلالها هتقرر تشتري الكارت ده ولا لا، وهي اختبارات الالعاب. ويلا بينا نشوف اختبارات الالعاب مع بعض. I need to help me. Fucking bricks. Come on. Pop, we putting them on fucking ground now. Hey, come on, Pop, move, man. وطبعا يا صديقي زي ما شفت اختبارات الالعاب للكارت ده، اكيد عرفته مناسب معاك ولا لا. ونعلى بالسعر شويه ونيجي لتاني كارت معانا، وهو جي تي اكس 950. والكارت ده اعلى من الجي تي اكس 750 تاي 2 جيجا بفرق كويس، ويعتبر بنفس السعر كمان. ونيجي بقى لمواصفات الكارت، واللي تم اصداره في 2015. وبيجي ب 2 جيجا في رام جي دي دي ار 5، وبيسحب 90 واط، يعني باور 300 واط يشغله كويس. ومن مميزات الكارت ده انه بيدعم دايركت اكس 12، واداء كويس في الالعاب الحديثه على دقه 1080. لو لعبه تقيله شويه هتشتغل، لكن مع اعدادات ضعيفه شويه. وطبعا انت هتشوف اختبارات الالعاب للكارت ده بس كمان شويه. وطبعا الكارت ده بيقدم اداء كويس بالنسبه للكروت اللي بتتباع بنفس السعر، وسعره في حدود 1700 جنيه ل 2000 جنيه. وده يعتبر نفس سعر جي تي اكس 750 تي اي، لكن الكارت ده اقوى منه. ونيجي بقى لاختبارات الالعاب، ويلا بينا نشوف اختبارات الالعاب. Holy shit. Here we go. ونيجي بقى يا اصدقائي لتالت كارت معانا،
وهو الRX 560. والكارت ده تم اصداره في 2017 وبيجي ب 2 جيجا في رام GDDR5 واستهلاك الطاقة هو 80 واط وبيدعم DirectX 12 وأداء ممتاز جدا بالنسبة لسعره، ومقارنة بالكروت اللي بنفس حدود السعر فهو أداء ممتاز وهيديك أداء كويس في الألعاب على دقة 1080 بإعدادات متوسطة ومنخفضة في أغلبية الألعاب. ونيجي بقى لسعره، وسعره في حدود 1700 جنيه ل 2100 جنيه. وطبعا الكارت ده افضل من GTX 750 تاي واصدار احدث ويعتبر بنفس السعر. هيجي واحد يقول لي انت لما جيت قلت مواصفات GTX 950 ومواصفات الRX 560 قلت عليهم افضل من GTX 750 تاي، اشمعنى الكارت ده بالذات؟ ليه ما قلتش كارت تاني؟ هقول لك عندك حق يا صديقي، بس انا قلت الكارت ده بالذات لانه الناس مفكراه كارت وحش وافضل حاجه تحت ال 2000 جنيه. احب اقول لك انه في كروت اعلى منه بكتير وبنفس السعر كمان. وطبعا كده قلنا كل حاجه تقريبا عن الRX 560. نيجي بقى اختبارات الالعاب للكارت ده. Nabbed a witchman that was hunting nearby and started poking. Voidemar, will you raise a glass with me? It's Durban now. It's raining, it's pouring, Emperor Mirror's snoring. He bumped his head when he went to bed and went to bed. ونيجي بقى يا شباب لرابع كارت معانا، والكارت ده هو GTX 960. والكارت ده تم اصداره في 2015 وبيجي ب 2 جيجا في رام GDDR5. كارت 2 جيجا صحيح بس نينجا، وبيسحب 120 واط وبيدعم DirectX 12 وهيشغل لك اغلبيه الالعاب على دقه 1080 وبعض الالعاب على دقه 2K بس على اعدادات منخفضه. والكارت ده يا شباب قريب في الاداء من الRX 570. ونيجي بقى لسعره، وسعره في حدود 2000 جنيه ل 2400 جنيه. كده بقى نشوف اختبارات الالعاب، ويلا بينا نشوف اختبارات الالعاب مع بعض. There's someone inside that. ونيجي بقى يا اصدقائي لخامس واخر كارت معانا، وهو GTX 1050. والكارت ده تم اصداره في 2015 وبيجي ب 2 جيجا في رام GDDR5 وبيسحب 75 واط. واغلبيه النسخ للكارت ده مش بتحتاج وصلات خارجيه وبيدعم DirectX 12 وهيديك اداء ممتاز في الالعاب زي ما هنشوف كمان شويه. وسعر الكارت ده مناسب بالنسبه لادائه، وسعره في حدود 2000 جنيه ل 2500 جنيه. ونيجي بقى لاختبارات الالعاب، ويلا بينا نشوف اختبارات الالعاب مع بعض.
وبكده يا اصدقائي نكون وصلنا لنهاية الفيديو. قبل ما انهي الفيديو حابب اقول ملحوظة. في ناس بتسألني بتقولي انت بتجيب الاسعار دي من فين؟ احب اقول لك يا حبيب اخوك، انا مفيش معلومة بقولها غير لما اكون متأكد منها 100%، لانها مسؤولية كبيرة عليا. ثانيا الاسعار ديت انا بلاقيها على جروبات الفيس وماركت الفيس وعلى برنامج اوليكس، والاسعار دي طبيعية جدا، وما تشتريش اغلى من كده، وما تخليش حد يضحك عليك ويقولك مفيش الاسعار دي. وانا هسيب ليك رابط الجروب بتاعنا في الوصف، لو محتاج اي حاجة او تبيع اي حاجة تقدر تعرضها هناك. وبس كده يا صديقي، يا ريت الفيديو يكون عجبك، ما تنساش تشترك في القناة وتدوس لايك عشان تفيد غيرك، والسلام يا صاحبي.